الأهلي يفوز على أوراوا ويحصد برونزية كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه. وفاز فريق الأهلي على نظيره أوراوا الياباني 4 أهداف مقابل هدفين على استاد الأمير عبد الله الفيصل الرياضي في مباراة لتحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية. وافتتح ياسر إبراهيم أهداف المباراة لصالح الأهلي في الدقيقة 19 من عمر المباراة بعد تمريرة من إمام عاشور نجم الفريق ليتقدم للمارد الأحمر أمام بطل آسيا. وأضاف الجنوب أفريقي بيرسي تاو الهدف الثاني في الدقيقة 25، تصويبة رائعة من بيرسي تاو من على حدود منطقة الجزاء لتسكن شباك الفريق الياباني. وقلص كانت مهاجم أوراوا الياباني الفارق بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 43. وأضاف الهدف الثاني للفريق الياباني اللاعب ألكسندر شولز ركلة جزاء في الدقيقة 55. وتقدم الأهلي بالهدف الثالث في شباك أوراوا عن طريق يوشيو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 60. وأهدر علي معلول ركلة جزاء لصالح الأهلي في الدقيقة 75. ثم اختتم أهداف الفريق في الدقيقة 9 من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني من تسديدة رائعة من كرة ثابتة. بعد الغمزة حكمة مباراة الأهلي وأوراوا تصافح الشناوي في حوار بآسم. أثارت الأمريكية توري بنسو حكمة مباراة الأهلي وأوراوا اليابانية الجدل من جديد في بطولة كأس العالم للأندية. قامت توري بنسو حكمة اللقاء بمصافحة محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهل وقائد الفريق، وجمع حديث باسم بين الثنائي. كانت بنسو قد أثارت الجدل من قبل في المباراة الافتتاحية بين اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بعد الغمزة الشهيرة للاعب العميد. نهاية حلم حسين الشحات في انتزاع لقب هداف العرب بكأس العالم للأندية. وحرم السويسري مارسيل كولر لاعبه حسين الشحات من تحقيق رقما شخصيا في البطولة بعدما حقق أرقاما قياسية بالجملة حتى الآن. وسجل حسين الشحات هدفا في النسخة الجارية من كأس العالم للأندية والذي جاء في مرمى الاتحاد السعودي في المباراة الافتتاحية. ورفع حسين الشحات رصيده إلى 4 أهداف في كأس العالم للأندية بواقع 3 بقميص الأهلي وهدف وحيد بقميص العين الإماراتي. وتساوى الشحات بهذه الأهداف مع محمد أبو تريكة وسالم الدوسري في صدارة الهدافين العرب في كأس العالم للأندية. وكان يطمح حسين الشحات لتسجيل هدف جديدا ليصبح الهداف التاريخي لبطولة كأس العالم للأندية ويفض الشراكة مع الثنائي. قيمة مكافأة الأهلي المالية بعد حصوله على برونزية كأس العالم للأندية. وأصبح النادي الأهلي الأكثر حصولا على الميدالية البرونزية في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية. وسيحصل النادي الأهلي على مكافأة مالية قدرها 2.5 مليون دولار بعد حصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية في النسخة الحالية من المونديال. وإليكم قائمة جوائز بطولة كأس العالم للأندية المالية. البطل يحصل على 5 مليون دولار، الوصيف يحصل على 4 مليون دولار، والثالث 2.5 مليون دولار، والرابع 2 مليون دولار، والخامس والسادس مليون دولار، السابع نصف مليون دولار.